عليكم متابعيني. لو هتشتري اعشاب من الصيدليه هتشتري اعشاب ايه؟ النهارده جاي اكلمكم على الاعشاب مرخصه من شركات واخده ترخيص من وزاره الصحه، وفي نفس الوقت متوفره في الصيدليه اقدر اشتريها. طيب هنبدا باول منتج سيكم للكلى. سيكم للكلى. طيب انا دلوقتي عندي املاح زياده، عندي وجع في الجنب. الدكتور قال لي الكلى عندك وظائف الكلى وماشي علاج مع الدكتور. طب انا عايز حاجه مكمل غذائي، اعشاب تساعد معايا في الحالات دي. طيب ايه هي مكونات سيكم للكلى؟ مكونات سيكم للكلى دي عباره عن بقدونس وكرفس. طبعا عارفين البقدونس وده فيه بوتاسيوم، والكرفس بيساعد ان انا بخرج الملح الزياده واتخلص من السموم، وفي نفس الوقت في ليمون كمضاد اكسده لانه بيحتوي على فيتامين سي، وفي النعناع. طيب تاني منتج معايا اعشاب اقدر اشتريه من الصيدليه هو سيكم الملين. طب انا لو بعاني من الامساك وما بقوم الصبح ما بعرفش اخش الحمام بسهوله ومحتاج مكمل غذائي اعشاب. طيب سيكم الملينه موجوده في الصيدليه واخده ترخيص من وزاره الصحه، منتج امن. طيب جرعته ايه؟ هاخده مره واحده بعد العشاء. ايه مكوناته؟ مكوناته هي الشيكوريا، الكامومايل، اليانسون، التمر هندي. معروف ان الشيكوريا دي ماده فيها الانولين. الانولين دي الياف طبيعيه تساعد عمليه الاخراج. يبقى انا باخده مره بعد العشاء اقدر اخش الحمام الصبح وما يبقاش عندي مشكله كامساك، بالذات انا لو بعاني من امساك مزمن. طيب المنتج الثالث اللي اقدر اشتريه من الصيدليه اعشاب اللي هو الرويال شاي رجيم. رويال شاي رجيم ده فيه 3 مكونات. في ورق السنه ده كملين طبيعي، في عندي الشمر، في عندي الشيكوريه اللي اتكلمنا عليها في سيكم الملينه كالياف طبيعيه بتدي احساس بالشبع، وفي نفس الوقت سهل لي عمليه الهضم. باخده يعني مرتين او 3 في اليوم. مرتين اول اسبوع باخده مره واحده في اليوم، تاني اسبوع باخده مرتين بعد الفطار وبعد العشاء. يديني تأثير ملين وفي نفس الوقت يقلل لي الشهية ويساعدني في رفع معدلات الحرق لأنها فيها مواد مضادة للأكسدة. طيب رابع منتج دلوقتي، انا دلوقتي مرضعه واللبن قليل لسه ولد، محتاج حاجه مواد طبيعيه، مش عايز كيماويات عشان ما اذيش الطفل. طيب في سيكم مدر للبن. سيكم مدر للبن. سيكم مدر للبن ده المواد اللي فيه عباره عن كراويه، حلبه، ينسون، شمر. طيب باخده ازاي؟ باخده 3 مرات في اليوم. يبقى سيكم اضرار للبن 3 مرات في اليوم. طبعا طب طريقه تحضيره ازاي؟ انا بحط كيس الفتله، بحط 150 مللي ميه مغليه، بغطيها 5 دقايق بقى عشان اتاكد ان الماده الفعاله والمواد المكونات بقت موجوده في الكوبايه معايا، وبشربها 3 مرات. طيب الحلبه معروف انها ماده مضره للبول، نباتات ما ملهاش اي اثار جانبيه. الحلبه، اليانسون، الشمر مواد طبيعيه واعشاب وموجوده في الصيدليه واخده ترخيص من وزاره الصحه واقدر اشتريها من الصيدليه بامان. طيب رابع منتج الطفل. احنا اتكلمنا على سيكم مدر اللبن، هنتكلم على سيكم الطفل، سيكم بيبي كالم. طيب الطفل عندي بعد ما بيرضع سواء طبيعي او صناعي، بالذات يعني هو امن بعد 6 شهور. يعني لو هستخدمه بعد 6 شهور. اقدر استخدمه بعد الرضاعه من مره الى مرتين في اليوم. طيب ايه مكونات سيكم بيبي؟ سيكم بيبي فيها كامومايل، فيها شمر، فيها ينسون، فيها كراوي. 4 منتجات. الكامومايل بيدي تأثير مهدئ، بيهدي المغص، بيساعد ان الطفل يبقى ريلاكسد، بالذات لو انا عندي مغص وقاعد بيعيط بصفة مستمرة. سيكم بيبي. طيب احنا دلوقتي خلصنا على نبذة سريعة على الاعشاب اللي ممكن اخدها في الصيدلية والجرعات.